يا صباح الفل. يمكن أنا بس في كلمتين عايز أقولهم بخصوص اللعيب الهربان خوان بتزيرة. مش عايز يجي. مش هرجع. مش عارف ايه. إن شاء الله عنك ما رجعت. بالنسبة للإدارة، احنا دلوقتي اللي مش متقبلين وجود اللعيب ده جوه نادي الزمالك. بالنسبة للإدارة، حمادة إمام بطل كورة، وحسن شحاتة بطل كورة، وفاروق جعفر بطل كورة، وحازم إمام وعبد الحليم علي، وكل عظماء الزمالك بطلوا كورة، والزمالك مستمر ومكمل. فمش هنقف على لعيب. لعيب مش عايز يجي، لا احنا اللي مش عايزينه. انا يعني اللعيب معمول عليه هالة كبيرة قوي من السنة اللي فاتت. احنا اللي بنرفع اللعيب قوي فوق كده، وبنخليه يطمع فينا بالشكل ده. فلا، اللعيب لو جايله عرض بيعوه بال3 ولا 4 مليون دولار دول، وروح حط ال3 ولا 4 مليون دولار دول في لعيب زي إسلام عيسى برقبة إخوان بتزيرة. في أجنحة في مصر في المكان ده هايلين. شريف حتحوت في إنبي. محمد محمود، فهو بيلعب دلوقتي في أعتقد مودرن. كان لعيب حرس الحدود. في لعيبة كتير جدا 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 برقبة إخوان بتزيرة. طلع ناشئين يا سيدي. فلا، انا رايي من السنه اللي فاتت، هو لعيب عادي مهاري وكل حاجه، لكنه في الماتشات الكبيره ما بيفرقش معايا. احنا لعبنا الاهلي مرتين، خوان بيتزيرو ما كانش موجود بالمره في الماتشين. لعبنا نهائي كونفدرالية، انا كنت في الاستاد ما شفتش خوان بيتزيرو، مستني منه اي حاجه ما لقيتش منه اي حاجه. ف اعتقد ان في زملكاويه كتير هيتفقوا معايا. قولوا لي رايكم في الكومنتات، مع ولا ضد ان احنا نبيع لعيب زي ده. اللعيب ده لو جالي اصلا مش هيديني كورة تاني، خلاص هو مش عايز يلعب عندي. فخلاص مع السلامة. اللي ما يعوزنيش انا كمان مش عايزه. فمجلس إدارة نادي الزمالك ما تضيعوش الفرصة. اللعيب ده جالكم فيه فلوس، بيعوه. نادي الزمالك غني بولاده وبناشئينه، فنقدر نطلع بدل بتزيرة 20 بتزيرة. فكان مجرد رأي. أرجو إنكم تشاركوني برأيكم، وصباح الفل.